السلام عليكم. معكم مستر يحيى عبد العاطي محمد المصري من قناتكم يحيى أكاديمي. مع مستر يحيى المصري يا عزيزي سوف تصبح دكتور في الإنجليزي. الفيديو ده لحبايبي تالتة إعدادي أزهر. سؤال situations اللي هو المواقف. الطلب كتير، أتمنى مشاهدته تتعدى 10,000 مشاهدة لجميع طلبة الأزهر في جمهورية مصر العربية. لو شفت الفيديو ده شيره لجميع حبايبك عشان كله يستفيد. سؤال مواقف يا حبايبي سهل جدا جدا جدا. انت شطارتك تعرف بس وتحدد انت هتسأل ولا هتجاوب على سؤال بس. انت دورك متكلم، انت اللي هتبدأ في الكلام ولا حد قالك حاجة وانت هترد عليه. هنشوف مع بعض. لو مثلا في الامتحان قالك ايه؟ You ask your brother about his opinion of English. خد بالك هنا من اول كلمتين you ask، انت تسأل. خلاص يبقى هنا انا اللي هسأل. هنا كل طالب هو اللي هيسأل. انت تسأل اخيك عن ايه؟ رأيه في الانجليزي. خلاص بالعربي كده هقول له ايه؟ ما هو رأيك في الانجليزي؟ فهقول له حاجة من الاتنين اللي قدامك دول، يا اما what do you think of English او of الحاجة اللي انا هقول عليها يعني، او what's your opinion of English. دي صح ودي صح. رقم 2، لو قال لي you ask someone to give you a hand. خد بالك هنا you ask someone، أنت تسأل شخص ما أو أنت تطلب من شخص ما to give you a hand، أن يعطيك يده. يعني بالعربي كده يعني يساعدك. فهقول له can you help me؟ ممكن تساعدني. can you give me a hand؟ ممكن تعطيني يدك يعني تساعدني برضو. Number 3، لو قال لك you ask your friend about an old habit in the past. انت بتسأل زميلك عن old habits اللي هي عادة قديمة في الماضي، يبقى انا برضو اللي هسأل. اوكي، هقول له مثلا did you used to، هل انت كنت معتاد على، واقول له اي عادة في الماضي بس طبعا تو بعدها المصدر. فاقول له مثلا did you used to climb a tree؟ Did you used to play in the street؟ اوكي ممتاز. Number 4، you want your friend to open the door. انت تريد من صاحبك ان هو يفتح الباب، يبقى انا هنا هطلب. فاقول له could you open the door please؟ could you open the door please؟ اوكي. Number 5، لو هتسأل صاحبك عن موطن حيوان، لو قال لك مثلا you ask your friend where مثلا the orangutan lives، أين يعيش إنسان الغابة مثلا يعني. أنت اللي هتسأله خد بالك. فأقول له إيه؟ where does the orangutan live؟ where does the orangutan live؟ أوكي. Number 6، لو قال لك someone asks، أنا ما كملتش، شخص ما سألك أو يسأل your opinion about the play. شخص ما بيسألك عن رأيك في المسرحية. خد بالك هنا play مسرحية. طب بالعقل كده حد بيقول لي شخص ما يسألك، حد هيسألك يبقى انت هترد عليه او هتجاوب. فهقول له طالما هو بيسألني عن رأيي فاقول له I think كذا، او in my opinion. I think انا اعتقد، in my opinion في رأيي. I think it was a nice play. هي in my opinion it was a nice play. في رأيي ان هي كانت ايه؟ مسرحية جميلة. Number 7، you advise your little brother to study hard. انت بتنصح اخيك الاصغر عنك ان هو يذاكر بجد، يبقى هقول له بالبلدي كده يجب ان انت تذاكر بجد. you should study hard. طب لو نصحت ان هو ما يضيعش وقته you shouldn't waste your time. Number 8، someone has helped you translate a word. معلش بس في حاجات في البي دي اف نفسها حاجات ضايعه بس احنا هنعرف نخبرها عشان احنا شطار. someone has helped you translate a word. شخص ما ساعدك في ترجمة كلمة. هشكره أكيد thanks صح، أو thank you very much صح، أو thanks for your help شكرا على مساعدتك برضو صح. Number 9، you agree with your friend about reading a book. أنت متفق مع صاحبك على قراءة كتاب. هقول له I agree with you، أنا متفق معاك، أو I think so. Number 10،
You suggest visiting the pyramids. خد بالك هنا suggest يعني يقترح. قلنا من شوية advice يعني ممتاز ينصح. apologize يعتذر. ركز على الحاجات دي اوكي. You suggest visiting the pyramids. انت بتقترح زيارة الاهرامات. الاقتراحات حبايبي مفيش اسهل ولا اكثر منها. يا اما let's والمصدر. Why don't we والمصدر. How about what about بعدها ing. I suggest وبعدها ing. فاقول له how about visiting the pyramids. Let's visit the pyramids. I suggest visiting the pyramids. كله صح. Number 11. You meet someone for the first time. انت بتقابل حد لأول مرة فاقول له تشرفنا. How do you do. من شوية قلنا you agree انت تتفق او موافق. هنا you disagree انت مش موافق مع صاحبك about English is hard. اللي بيقول انجليزي ده غير سهل. انا لو هعرفه هضربه بالنار والطلبة بتوعي عارفين ليه. طبعا هقول له I disagree with you. انا مش متفق معاك. English is very easy يا عزيزي. واكيد صاحبك اللي قال كده مش متابع قناة يحيى اكاديمي انا متأكد. Number 13. You apologize for breaking the eggs. انت تعتذر. خد بالك apologize يعني يعتذر. for breaking the eggs كنت ماسك بيضتين 3 كده والبيضة من 4 5 جنيه واتكسرت منك. فطبعا هتقول لمامتك I am sorry for breaking the eggs. واعتقد ان السوري بتاعك مش مقبول انا متأكد. Number 14. Your sister suggested visiting the zoo. خد بالك من شوية كان يقول لك you suggest. انت بتقترح زيارة الزو مثلا. فانت هتقول let's visit the zoo. اما هنا لا ده بيقول لك اختك اللي بتقترح عليك زيارة الزو اللي هي حديقة الحيوانات. فهنا هترد تقول لها it's a good idea. فكرة رائعة. اوكي it's a good idea. wonderful nice idea. كل ده صح. Number 15. Your father suggested visiting your uncle. باباك بيقترح زيارة عمك. انت مش فاضي بقى عايز تعتذر عايز تخلع فتقول له I am not interested او I am not keen او I am sorry I am busy. اوكي اعتقد هي اشيك. I'm sorry I'm busy. انا اسف انا مشغول. اوكي طب يلا يا حبايبي كده نحل مع بعض. هم 15 نقطة هنحل 10 ونسيب 5 homework. You ask your friend where pandas live. خد بالك هنا you ask your friend. انت بتسأل صاحبك اين تعيش الباندا. خلاص هقول له اين تعيش الباندا. Where do pandas live. هنا قلت do عشان pandas جمع. Where do pandas live وعلامة استفهام. 2. You are asked where caracals live. خد بالك هنا are asked مبنية للمجهول. سئلت انت سئلت اين تعيش اللي هو كاراكال اللي هو نوع من انواع القطط ولكن اللي هي البرية. اوكي فانا هجاوب هقول caracals live in the forest مثلا. اوكي او the rainforest. Number 3. You meet someone for the first time. قابلت حد للمرة الأولى فأقول له nice to meet you أو how do you do. Number 4. You advise your friend to study hard. انت بتنصح صاحبك انه يذاكر بجد هقول له you should study hard. Number 5. Someone asks your opinion about the film. شخص ما بيسألك عن رأيك في الفيلم فانت هترد عليه. خد بالك هنا مش انت اللي تسأل انت هترد عليه فتقول له the film مثلا was nice. The film was great. The film was exciting. اي حاجة. Number 6. You want your sister to open the door. انت تريد ان اختك تفتح لك الباب فانت هتطلب منها تقول لها could you open the door please. Number 7. Your teacher asks you if you had a habit in the past. مدرس بيسألك لو انت كان عندك عادة في الماضي يبقى انا هرد عليه هقول له I used to. انا كنت معتاد على واقول حاجة I used to play in the street مثلا كنت بلعب في الشارع. Number 8. You apologize for losing your sister's mobile. انت بتعتذر على ان انت ضيعت موبايل اختك فقول لها I am sorry for losing your mobile. Number 9. You ask someone to give you a hand. تطلب من حد ان هو يساعدك Can you give me a hand please أو Can you help me please أو Could you help me please. Number 10. Someone has helped you cross the street. حد ساعدك ان انت تعدي الشارع فاقول له ايه thank you so much او thanks for your help. اخر 5 جمل يا حبايبي هسيبهم homework تكتبوهم وتردوا عليا في الكومنتس تحت.
وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. عايز الفيديو ده يوصل لكل طالب أزهر بيشكي من سؤال المواقف، وإن شاء الله بعد الفيديو ده يلاقيه سهل ولذيذ. حد ممكن يقول لي يا مستر بيجيبوا لنا في الامتحانات أو بعض الامتحانات مواقف أرخم من كده تاني؟ أقول لك ما تقلقش، عندنا لايف مراجعة ليلة الامتحان هيكون يوم الجمعة 26/5 إن شاء الله ليلة الامتحان بتاعنا، وإن شاء الله فيه هنتعرض لمواقف تانية كتير ونحلها مع بعض ونقفل الإنجليزي بعون الله زي ما اتفقنا وزي ما وعدتكم دايما مع مستر يحيى المصري يا عزيزي سوف تصبح دكتور في الإنجليزي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت نشيره لكل اصحابنا في الازهر، واعمل اشتراك لو انت مش عامل، وعايزين نوصل للمليون قريبا ان شاء الله. في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.